نشاهد شخص عثر وبعد طول عناء على تابوت مهم جدا، وفجأة بتنزل أشعة القمر على التابوت، بيظهر لينا هذا الشخص. وفي صباح اليوم التالي بيروح الشخص ده لمكتب مدير هذه المدرسة، وأول ما بيدخل المدير بيقوم جري عليه وبيفتح الباب وبينزل قدامه زي ما انت شايف. بيتكلم مع سيده وسيده اسمه هو راي، بيسلم على سيده، فري بيقول له هو عدى وقت قد ايه؟ بيقول للمدير اللي اسمه هو فرانكنشتاين عدى 820 سنة يا سيدي. بيسأله راي هل هو عايش هنا؟ فبيقول له لا، ده مكان اسمه المدرسة وانا هو المدير هنا، ده مكان بيتعلم فيه العيال وبنرشدهم للطريق الصح. فبيقول له راي العالم اتغير بشكل كبير جدا، انا شكلي محتاج اتعلم انا كمان. وبعدها بيوصل الطالب الجديد واسمه الحقيقي بسيط جدا جدا، كاديس اتراما دي رايزل، بس هما بيقولوا له يا راي. وده هو تاشيرو عفريت المدرسة، عيل ملوش حل، الكل بيكرهه، شايف نظراتهم بس شايف، اما نظراتهم لراي اوف 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 يا خرب بيت الحلاوه والجمال. وبنرجع تاني لمكان التابوت، في اشخاص بيروحوا للمكان وبيقتلوا كل الموجودين، وبعدها بيعضوا اخر شخص عشان يعرفوا منه معلومات، وبيعرفوا ان الجماعه دول جابوا التابوت فعلا، بس ما يعرفوش الشخص اللي جوه التابوت راح فين بالظبط. وهم حاليا بيدوروا على التابوت، وبعد العضه دي البشري ده بقى تابع ليهم. هنا راي اول مره في حياته ياكل رامن، وبقى عنده اصحاب ماشيين مع بعض ومروحين للبيت، وهم ماشيين بيسمعوا صوت بنت بتصرخ، بيروح تاشيرو زي الصاروخ عند الصوت، وهنا التابع بيضرب البنت، بس تاشيرو بيدافع عنها، ويا صديقي ده مش بشري زي ما وضحت من شويه، فمحدش هيقدر عليه، فالعيال كلها بتهرب من المكان. هنا نفس الشخصين بيعرفوا ان تاشيرو مش شخص عادي، وبعدها العيال بتهرب فعلا، فبيسالوا راي هو انت عايش فين؟ فبيديهم صوره فرانكنشتاين ووراها مكتوب العنوان. نفس الاشخاص واقفين الوقت وبيفكروا هيعملوا ايه، فبيجي عندهم ناس اعلى رتبه منهم، وهم جاك وماري. هم جم هنا عشان التابوت برضك، لان ما وصلهمش اي معلومات عن التابوت، والمنظمه محتاجه التابوت ده باي طريقه. وبعدها بيمشوا من المكان، وهم ماشيين بتتكلم ماري وبتقول ان المنظمه هتتولى امرهم ومش هتسيبهم في حالهم، فخلوا بالكم بقى لو انتوا عايزين تعيشوا، لان لو فضلتوا كده مصيركم هو الموت. وبعد شويتين جاك وماري راحوا قتلوا جماعة ناس هما كمان، وبعدها كل وسائل الإعلام بتروح لمكان الحادث. وهنا يا صاحبي ام 21 وام 24 واقفين بيتابعوا اللي بيحصل، بيشوفوا جماعتنا وهم ماشيين، بيبصوا على راي اللي شايفهم من على كل البعد ده. العيال بتترعب لما بتشوفوا اصلا. بيوصل وراهم جاك وماري بيقولوا لهم ان الاطفال دول شافوا التابوت صح، فاحنا لازم نقتلهم، ما ينفعش نسيب اي اثر للمنظمه. وجماعتنا ماشيه، بيظهر قدامهم جاك وبثلاث ضربات قضى عليهم كلهم. بيعرفهم ام 21 ان في شخص واحد منهم ناقص، فاحنا لازم نجيبه. ويا صاحب العيال بتمسك الاطفال بتعلم عليهم كلهم. التابع راح يقتل البنت، بس تاشيرو بيقف وبيدافع عنها، وتاشيرو بعت رساله للمدير ورايحين حاليا لمكانهم. جاك بيمسك التابع وبيقتله لان هو مش عارف يقتل شويه اطفال، ده ايه القرف ده؟ الاطفال بتهرب من قدامهم. العيال بتوصل عند المصعد ده وبتضغط على كل الزراير اللي قدامها، بيسابقوا الوقت. العيال بتركب المصعد والمصعد بيتقفل عليهم، ولكن جاك بيمسكهم في اخر لحظه. بيطلع تاشيرو وبيدافع عنهم، بس بتعمل ايه يا جاك؟ بيكسروا الحتت وبيروح يكمل على الباقيين، بس تاشيرو بيمسك رجله وبيقول له انا مش هسمح لك، ما ينفعش تمد ايدك على اصحابي حتى لو هموت. ام 24 بيشوف نفس المشهد وبيفتكر صاحبه اللي عمل نفس الحركة ومات، وكل اصحابه هم كمان ماتوا على ايد نفس الشخص اللي هو جاك. بيتعصب وبوكس في وشه صاحبي، بيوقع جاك على الارض. ام 24 بيقول انا عمري ما اتعاملت كاني بني ادم من المنظمه، انا كنت مجرد فرد تجارب ملوش اي 30 لازمه، والوقت انا بتحداك يا جاك. وعلى فكره ام 24 عارف ان جاك يقدر يخلص عليه في ثواني، ولكنه تعب من الذل والاهانه اللي هو عايشها بقاله سنين. ام 24 بيعتذر لصديقه ام 21، وبعدها بثانيه يا صاحبي البنت ماري بتضرب ام 24، لان من البدايه هم كانوا عارفين ان هم هيخونوهم في اي وقت، فكانوا كده ولا كده هيقتلوهم، يعني هيقتلوهم. وجاك بيمسك ام 24 وضربه في صدره بيفتح جسمه بالكامل، بس ام 24 بيمسكه وبيروح بسرعه، وانفجار ذاتي في المكان بيضحي بحياته عشان يوقف جاك. البنت ماري بتمسك ام 24 وبتضربه اكتر من مره، بيروح بسرعه عشان يضربها، بس في لحظه بتوصل وبتضربه وبترميه على الارض ورايحه تشيل راسه. بيوصل عندها فرانكنشتاين وبيمسك ايديها وبيقول لها ابعدي يا بت. بتبعد فعلا. بيسالوها هم فين الاطفال؟ بتقول لهم مش مهم تعرفوا، اكيد هم ميتين دلوقتي. بيقف ام 21 وبيقول لهم الاطفال تحت، روحوا انقذوهم وانا هتولى امرها لوحدي، انا صح ما اقدرش عليها بس انا هحاول، اهم حاجه حاولوا تنقذوا صاحبي ام 24. بيطلب راي من فرانكنشتاين
فرانكنشتاين ان هو اللي يتولى امرها، فبيقول له ام 21 مستحيل يقدر عليها لوحده لان هي قويه جدا جدا. ولكن ام 21 بيروح مع راي عشان ينقذ الاطفال. البنت بتروح بسرعه عشان تضربه، بس بتعملي ايه يا جميله؟ فرانكنشتاين بيصد هجومها وهو بسهوله كمان، بتيجي تضربه تاني بس بيتفادى بسهوله، بيعمل عليها تقنيه وبيقدر يصيبها فعلا. بعدها بتتحول لهيئتها القتاليه لان الشخص اللي قدامها مش سهل خالص. البنت سرعتها وقوتها في مستوى تاني. بيأمر راي فرانكنشتاين ان هو يفك ختم قوته ويقضي على الشخص اللي قدامه. وبعدها فعليا فرانكنشتاين بيظهر بهيئته المرعبه هو كمان، بيديها هجوم صاروخ على البنت. خلاص يا صديقي انت مستني ايه كده؟ البنت ودعت الملاعب، هجوم واحد انهى عليها. وجاك بيقوم تاني قدام الاطفال ولكن بيظهر له الملك راي، وام 21 بيروح بسرعه عشان يضربه، بس يا صاحبي جاك بيرميه في الارض وبكل سهوله. ام 21 بيشوف صاحبه وهو ميت، بيروح يضرب جاك انتقام لصاحبه، بس جاك بيرميه جنب صاحبه وبيفضل يدوس عليه قدام راي ويهينه ويذله. وراي بيراقب كل ده، بيقرب منه جاك وبيقول له مش قادر تتحرك؟ هو انت خايف للدرجه دي؟ مش قادر تحط عيني في عينك يالا؟ راي بيقول له ارجع يالا. الولد فعلا بيقع قدام عينيه، الولد فعلا بيقع قدامه غصب عنه. بيقول له راي كده انا اقدر ابصلك. بيحاول جاك يقوم تاني بس مش قادر ابدا، بيتحول جاك بالكامل لوحش وبيقف قدام راي تاني. راي بيقول له ارجع تاني يالا، وبعدها بنظره واحده بيثبت جسمه وبيرميه على الجدار، وبعدها بتقنيه من الدم من النوبليس راي بيخلي المبنى بالكامل عباره عن دماء، وجاك بيموت هو كمان. اما بالنسبه للاطفال فراي بيعمل عليهم تقنيه وبيمحي ذاكرتهم عن كل حاجه شافوها لحد دلوقتي. وهنا وفي هذه الغابة حصلت كارثة يا صديقي. 400 جندي ماتوا في لحظات معدودة من أشخاص مجهولين لحد الآن. بيحصل انفجار للقاعدة بالكامل، وموجود هنا جندي ولكنه بيموت هو كمان، وبيجي أشخاص بأسلحة بيدمروا في المكان أكتر وأكتر وبيقتلوا كل الجنود اللي موجودين في المكان. بيتكلم معاهم العبقري اللي فيهم وبيعرفهم إن الهدف اللي هم عايزينه مش موجود هناك، وهو حاليا بيخترق الدرون وكل الأدوات الحديثة التابعة للجنود. وبعد شويتين بيعرفوا فعليا مكان الهدف، وبعدها بلحظه واحده بيروح شخص كده وبقناصه بيدمر الطياره وبينزل بسلاحه بيقتل اول جنديين قدامه، وبقيه الحراس بيحاولوا يضربوه ولكنه بيتفادى كل ضرباتهم، وبعدها بيخلص عليهم كلهم وبيقف قدام الهدف فعليا. وبكده المجموعة أتمت مهمتها وبنجاح، وحاليا هم رايحين لمهمتهم التانية ومكانها هو اليابان. ونعود مرة أخرى للبنات، البنات اللي بتعاكس حارس الأمن الجديد. هتقول لي من هذا يا عم الشربو؟ هقولك ده يا صديقي هو ام 21، هو حاليا حارس أمن مدرستنا. راي حقق معاه وعرف إن هو مش بشري عادي، بل هو تابع لمنظمة اسمها منظمة الاتحاد، وهو أحد ابتكاراتهم، بس هو فرط تجاربه بس ملوش أي 30 لازمة، لا يقارن مثلا بجاك والبنت ماري اللي ماتوا من شويه. ويا صديقي هو ما عندوش مكان ولا اي حد يقعد معاه، ففرانكنشتاين قرر ان هو يخليه هنا عشان لو ام 21 بعد عنهم فهو هيموت من الاتحاد، لان منظمه الاتحاد مش هتسيبه في حاله. وهنا يا صديقي العسل القمر المحبوب راي بيدخل عشان يكتب على دراع تاشر. تعالى يا عم تاشر، تعالى اقعد يا حب انت. الواد اتجبس لما اتضرب المره اللي فاتت. اوكي بيقعد كده بقى والكل بيصوره وبيحب راي بقى العسل القمر ده. وبعد انتهاء اليوم الدراسي بيروح راي عند فرانكنشتاين وبيقول له ان العالم بقى جميل جدا جدا، وان البشر بقى احلى واجمل وسعداء جدا. انا بجد يا فرانكنشتاين فرحان قوي 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 ان انا موجود هنا. وبقول لك ايه، انا عايز تليفون، انا عايز تليفون عشان العب زي الرجاله. الله يا عم هات. لا حقك يا عم راي، هي جت عليك يعني. وفي اليوم التالي راي معاه احدث تليفون نزل في العالم. ايوه يا عم فلوس المدير يا عم. العيال بتقعد مع راي وبتعرفوا الارقام والتطبيقات والبريد الالكتروني واللازم منه. فرانكنشتاين قاعد بيتصفح النت بقى، فبيجيله رساله من راي والاتنين بيتكلموا مع بعض وكده. وهنا ام 21 واقف، فبيجي عنده عامل نظافه كبير في السن، راجل عجوز، بيسلم عليه وبيقول له طالما المدير وظفك هنا فانت اكيد طيب جدا. فام 21 مستغرب وبيساله هو انت متاكد كده ليه يعني؟ بيقول له عامل النظافه ان المدير ده طيب جدا جدا، هو اللي عمل المكان ده بالكامل. وقعد بيشكر وبيمدح في المدير. وهم واقفين بيتكلموا بيجي شخص وبيتنمر على الاطفال، والجماعه اللي معاه بيتنمروا على البنات. الشخص ده جاي هنا عشان تشره وبس، عايز يكسر عظمه. الحارس ام 21 بيشوف المنظر ولكنه مش عارف يعمل ايه، حتى ان العجوز هو
كمان بيتم التنمر عليه. تاشيرو وهو مكسور بيروح بسرعه للمكان. الشخص راح يضرب العجوز ولكن تاشيرو بيصد ضربته بدراعه المكسور. الشخص بيتوعد ان هو يقضي على تاشيرو ويكسر راسه. بيحاول يصيبه اكتر من مره 2 3 4 ولكنه مش بيقدر، ولكن بعد كل الضربات في النهايه بيقدر يصيبه في وشه. بعدها بيوصل راي من ورا ام 21 بيبص عليه من غير اي كلمه. ام 21 بيتوتر اكتر واكتر. الولد بيتضرب، العجوز بيتم التنمر عليه، والبنات بيحصل فيها حاجات مش محترمه. اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ هو لحد دلوقتي مش عارف. تاشيرو بيضرب الولد في وشه، بس بصراحه يا ريته ما ضربه. الولد حول عليه ضربه 2 3 وفي صدره ضربه. بعدها صاحبي بيرميه على الارض جنب اصحابه وبيرفع العجوز من على الارض لسه راح يضربه. بيجي ام 21 وبيقول له سيبه في حاله يلا. بيروح يضرب ام 21 بيقول له اركع على مكانك تحت رجلي يا كلب. الشخص اللي قدامك بيحاول يفلت منه باي طريقه ولكنه مش قادر عليه. ام 21 بيرميه على العربيه وبيقرب من وشه وبيقول له ولا لولا ان الكل بيتفرج كنت قتلتك هنا وحالا. ومهرب احسن لك يلا. ومهرب يلا من هنا. فعليا الولد بيهرب والعيال اللي معاه بتهرب. هنا بقى الكل بيقوم بقى على ام 21 قدوتنا حبيبنا الاسطوره الحارس بتاعنا يا قدوه يا ابن القدوه. وحلم من احلام ام 21 ان هو يعرف اسمه هو وصاحبه اللي مات ام 24، لان هما كانوا بيتعاملوا كانهم فئران تجارب. انت مالكش اسم يلا، انت مجرد رقم. انت 21 وانت 22 وانت 24. فهو بيقول لفرانكنشتاين على المشكله دي وان هو عايز يعرف اسمه وكده. ففرانكنشتاين بيقول له يا عم مش مهم، انت كده كده اساسا واحد مننا. فام 21 بيقول له طب لو سمحت ممكن افضل معاكم. بيقول له يا ابني تفضل ايه؟ انت اساسا واحد مننا، ما انا قلت لك عايز تقعد عايز تطلع اعمل اللي انت عايزه. وعلى فكره ده مش قراري بل قرار راي. وعلى فكره فرانكنشتاين ما يقدرش ياخد اي قرار او يعمل اي حاجه غير باذن راي اللي هو سيده. وهنا نفس الجماعه اللي دمرت الغابه بالكامل بتوصل لليابان فعليا. بيعرفهم الرئيس ان تم قطع الاتصال بينهم وبين جاك وماري اللي كان المفروض يرجعوا التابوت للمنظمه. واختفى كمان فارين تجارب اللي هو ام 21 وام 24. وبيظهر لينا شخصين جداد داخلين المدرسه. بيوقفهم ام 21 عشان ما يدخلوش لانهم اشخاص غريبه اول مره يشوفهم. الشخص اللي قدامك ده بيعمل عليه تقنيه شبه بالظبط بتاعه راي. وبعدها بيمشوا من قدامه بيروحوا للمدير فبيسالوه هل هو المسؤول عن المكان ده؟ بيقول لهم ايوه. فبيعرفوه ان هم عايزين يكونوا في المدرسه والولد بيعمل عليه نفس التقنيه. ففرانكنشتاين بيعرف ان دي نفس قدره سيده. اما الواد اللي قدامنا بيأمر ان هو يرتب له اموره والسكن وكده. فبيقول له حاضر. وهنا عندنا طالبين جداد، الولد وهو الرجاس اما البنت وهي السارة. وبعد انتهاء اليوم الدراسي بيتكلم ام 21 على الطالبين الجداد ان هما الاتنين مش طبيعيين نهائي. واحنا يا عم فرانكنشتاين ما نعرفش نواياهم ولا نعرف عنهم اي حاجه لحد دلوقتي، ولا حتى هم مين ولا اصلهم ولا فصلهم حتى. بيعرفوا فرانكنشتاين ان دول نوبلس زي سيده بالظبط. ويا صاحبي قبل التطور وكل ده كان البشر عايشين في خوف دايما من الحيوانات وحتى الطبيعه، ولكن كان موجود كائنات قويه جدا ما بيخافوش من اي حاجه. اما بالنسبه للبشر فهم بداوا يعتمدوا عليهم، والكائنات ما خيبتش ظنها ابدا لان الكائنات دي عارفه ان البشر ضعيفه جدا وهم مستحيل يبعدوا عنهم طالما محتاجه حمايه، لان بالنسبه لهم ده هو الفخر انك تحمل الاضعف منك. ومن وقتها واسمهم هو النبلاء. وهنا في منزل فرانكنشتاين الرجاله بتلعب ومزاجها عالي لحد ما بيدخل عليهم فرانكنشتاين شخصيا وبيلاقي المكان وسخ وقرف وزباله وشيبس. ايه القرف ده كله؟ بس بعدها فرانكنشتاين بينظف المكان وكله بقى تمام. وعلى فكره الطالبين الجداد هيكونوا معانا في نفس البيت من النهارده. ويا صاحبي سيرا بتشوف الوشم اللي على ايد ام 21 وبتعرف ريجيس ان ده رمز للمنظمه اللي اسمها هو الاتحاد. فبيقول لها انا برضك مرتحتش للشخص ده بصراحه، اعتقد ان هو وحش من صنع البشر. التابوت اختفى وحصلت مشكله تانية. وبعدين الانسان المعدل اللي يعتبر قذر ده ايه القرف ده؟ هو بالنسبه للبشر التانيين فهو عادي جدا، اما بالنسبه لنا فهو قذر حساله ملوش لازمه. ريجيس بيروح عند ام 21 وبيقول له كلمتين كده وبيهينه وانت قاعد اتخليت عن انسانيتك يالا عشان شويه قوه بس كده يالا. بقول لك ايه، انا عايز اعرف منك الحقيقه لان انت اكيد عارفها. ايه هي حقيقه التابوت؟ مش القصه المزيفه اللي الكل يعرفوها. انا عايز الحقيقه يالا، ولو انا ما خدتش المعلومات بالادب هاخدها عافيه.
اقتلك هنا حالا. اللي انت ما تعرفوش ان قوة التابوت قوة بتفوق البشر بمراحل. وعلى فكرة سيرا وريجيس ما يعرفوش اساسا ان الشخص اللي جوه التابوت طلع اللي هو اساسا راي. بيرد ام 21 ولكن مش بيريحه، بيلف وبيدور عليه. انا ما اعرفش ايه اللي انت بتقوله ده، ايه التابوت والكلام ده كله. فريجيس بيعمل عليه تقنية التحكم بالعقل وبيروح بسرعة عشان يضربه، بس ام 21 بيصد الضربة وبيروح بعدها ضربة التانية، بيتفادى الاولى والتانية وبعدها بيمسكه بكل سهولة وبيرمى على الجدار. بتكلم سيرا ريجيس وبتقول له تعالى بسرعة لان في مشكلة هنا، شوية متنمرين مثبتينهم في الطريق، كل دول جايين عشان يضربوا الولا تاشيرو. الكل بيهجم على تاشيرو بس الولا فنان برضك، بيضرب الاول والتاني وبعدها بيخلي الاتنين يخبطوا في بعض، وقع التالت وبعدها بيوقع الرابع وبعدها بيوقع الخامس والسادس. العصابة بتقوم تاني عشان تضربه، شخص بيمسكه من ظهره ولكن برضه يا جدعان حتى وهو ممسوك بيضربهم برضه. بيوصل ريجيس ولسه راح يفعل قوته، فام 21 بيقول له لا ما ينفعش تهجم عليهم، دول مجرد بشر عاديين ممكن يموتوا او يحصل لهم اي حاجه. وبعدين بقول لك ايه سيرا بخير، اهدى تمام اهدى. تشعر صاحبي بيضربهم كلهم، بيتبقى الزعيم اللي بيرفع على سلاحه، ولكن ام 21 بيدخل بيضربه وبيوقعه على الارض وبيمسك التاني وبيضربه هو كمان. العصابه بتعرف ان هم مش هيقدروا يعملوا اي حاجه فبيهربوا من المكان. وهنا نفس الجماعه لحد الان لسه بتحقق في قصه التابوت. معانا الهاكر الاسطوري والاقوى في العالم اللي بيدخل وبيفتح اي موقع هو عايزه وبيجيب اي معلومات انت ممكن تفكر فيها. بيعرف ان فئران التجارب اللي هم ام 21 وام 24 لحد دلوقتي مكانهم مجهول. وهنا صاحب تشرو واسمه هو مامبو قاعد بيخلص الفحوصات الامنيه للسجن، فبيجي شخص وبيخترق نظام الامان بتاعه ولكن مامبو بيقدر يطرده. واكيد يا صاحبي هو الهاكر اللي دخل عليه بيدخل عليه تاني، بس مامبو بيبعت له هديه وهي مليانه فيروسات. الهاكر بيفرح جدا بالجو ده، ايوه كده يا عم موت انا في الدلع ده، بعشق ان اي حد يتحداني. وبيخترقه تاني، ده بيخترق بسرعه وبسرعه والاتنين فرحانين جدا جدا. بس الهاكر القادر والفاجر بيخترق معظم الاجهزه وبيتفوق على مامبو بمراحل، والاجواء مشتعله بين الاتنين. بيدخل تشرب وهو ماشي بيشيل فيشد باور جهاز مامبو وبيقفل الجهاز، وكده بيسيب مساحه كامله للهاكر عشان يسيطر على كل حاجه. مامبو بيتصل على السجن بسرعه وبيعرفهم ان في شخص بيخترق النظام، فالهاكر بيسيب الاختراق بقى وكل ده وبيبعت رساله على جهاز مامبو، فبيرد عليه تشرو وبعدها بيحدد ميعاد عشان الاتنين يتقابلوا كده. والهاكر اسمه تاو بيقدر يجيب المعلومات فعلا، وده هو ام 21. هو حي لحد دلوقتي، بس الغريب ان صاحبه ام 24 مش موجود. بس مش مهم دلوقتي، احنا لازم نقبض على ام 21. وهنا ام 21 وهو مروح بيظهر قدامه الشخصين دول وبيتكلموا عليه باسمه. بقول لك ايه يا ام 21 تعالى، فبيسالهم هو انتوا مين وعايزين مني ايه اساسا وليه جايين ورايا. فبيقولوا له ان احنا هم الدي اي 5 فريق قوات الاتحاد الخاص، تعالى معانا بالادب يا 21 والا هناخدك عافيه، بل ممكن ناخدك وانت ميت كمان. بيرفع سلاحه وبيروح يهجم عليه، بس في فرق شاسع بين قوتهم. ده هو القرش بيضرب ام 21 وبكل سهوله وبيكسر بعينه كمان، بس ام 21 يعني بيخربشه. فبيروح القرش يضربه وبعدها بيصيبه في رجله وبعدها دراعه وبعدها بيرفعه في السماء وبيقطعه كليا بهجوم واحد بس. وعلى فكرة ده كل اللي انت شايفه وهو بيلعب. القرش بيتسلب كده، وبين الاحداث دي كلها بيظهر قدامهم سيرا وريجيس. بيروح القرش يهجم عليهم بسرعه هما كمان، بس ريجيس بيعمل عليه تقنيه العقل، ولكن التقنيه ما بتقدرش توقف القرش. وهو الوقت لسه راح يسيب ريجيس، بس ام 21 بيروح وبياخد هو الهجوم بالكامل. بيوصل الزعيم للمكان واسمه هو كرانز. بيسال ام 21 وبيقول له هل الاتنين دول معاك؟ فبيقول له لا انا ما اعرفهمش اساسا، اول مره اشوفهم. فبيقول له تمام تعالى معانا يالا، ده احنا هنعمل عليك حفله النهارده. وبياخدوا ام 21 وبيمشوا من المكان فعلا. وعلى فكره ام 21 عمل كل ده عشان عارف ان الفرقه الخاصه هتاذي سيرا وريجيس وبكل سهوله، لان هم الاقوى في منظمه الاتحاد. وهنا الدحيح مامبو قاعد بيشاكس الواد تاو، الاتنين عباقرة، ده فيروسات من هنا على هنا. ويا صاحبي بصراحه تاو في مستوى التاني خالص. الولد بيلعب وجاب بيانات مامبو وجاب سنه ومدرسته وحتى اسمه بالكامل. وبيني وبينك عزيزي المشاهد دي مشاكل هاكرات احنا ملناش علاقه بيها. ننتقل للمشهد اللي بعده. هنا سيرا وريجيس بيروحوا عند فرانكنشتاين وبيعرفوه ان ام 21 مشى مع جماعه وبان عليهم ان هم اصحابه وكده. هم سالوه عن مهمه وبعدها مشوا من المكان وما قالناش هو رايح فين ولا جاي منين.
فرانكنشتاين بيتساءل حاليا هل ام 21 كان قاعد معاهم هنا عشان ياخد معلومات عن راي وكده، ولا ايه اللي كان بيحصل بالظبط؟ طب تعالى نعرف الحقيقه. هنا ام 21 طالع عينه، بيذلوه بيهنوه بيكسروه يا جدعان، عايزين ياخدوا منه معلومات غصب عنك يالا، عن التابوت وعن ميري وعن جاك وحتى عن ام 24. فبيقول لهم انا ما اعرفش اي حاجه اساسا، لان انا مجرد فرد تجارب وبس. والفرقه اللي قدامك دي ما تعرفش اساسا ان ام 21 خان الاتحاد. هم مفكرينه لحد الان ان هو لسه في مهمه خاصه بقى وبيعمل حركات وبركات والكلام ده، يعني انت لسه واحد مننا. فبيقول لهم ام 21 انا هتكلم بس انا بشرط عليكم شرط، اول حاجه انكم تعرفوا اسمي واسم كل اصحابي، بمعنى اصح كل فئران التجارب، وبالذات منك انت يا تاو، لان انت عبقري الاتحاد بالكامل، تقدر تعمل اي حاجه. فبيوافقوا على الشرط بتاعه فعلا. وبعد ايام الطلاب بتلاحظ غياب حارس الامن اللي هو ام 21، وهنا سيرة مع تاشيرو الاتنين مروحين للبيت، بيلاقوا شخص بيتم التنمر عليه، فبيروح تاشيرو على طول عنده. انت بتعمل ايه؟ الفنان تاشيرو بيضربهم كلهم وبيعلم عليهم. وبعدها الشخص اللي قدامك ده اللي اسمه هو تايكو بيشكرهم بقى، وشكرا ليكم انتوا ناس جمال جدا. والتايكو هو كمان شخص من فرقه الاتحاد الخاصه، وعلى فكره هو ماشي طبيعي بين الناس، اهلا وسهلا بقى انا معاكم، انا جنبكم بقى، انتوا صحابي انتوا اخواتي. هو كل اللي بيعمله حاليا ان هو يجمع معلومات، ولكن انت تخيل مين بقى اللي بيتجمع بمين؟ اللي عبقرة يا صاحبي، مامبو مع تاو. تاو بيقول له ده مانبو، بقول لك ايه، انت الفيروسات دي اللي انت بعتها لي هو انت اللي صنعتها كلها؟ بيقول له ايوه انا اللي صنعتها، بس انا عندي سؤال يا تاو، هو انت ليه كل يوم كنت بتدخل على النظام؟ بيقول له تاو بصراحه عشان انا حبيت العب ضدك وبس، انا كنت بتسلى، وبعدين عندي احساس يا مامبو ان انت شبهي. وبيحكوا لبعض عن مشاعرهم. تاو طلع حساس، لا يا جدعان حساس وبزياده كمان. بيكلموا عن شعوره بالفراغ، وان هو في وسط ناس اغبياء جدا بيطلبوا منه دايما طلبات وبيأمروه بس. فمانبو بيقول له فعلا يا اخويا ده شعور متبادل. فتاو بيفرح جدا بكلمه اخويا دي، طبعا انا بدات اشك في العلاقه بصراحه. وبعد كلام طويل كل واحد بيتكلم بقى، وانت يا عم بقى وحاسس بايه وايه اللي بتعمله في حياتك. وبعد شويتين كل شخص بيروح لمكانه، ولحد الان ام 21 لسه ما اتكلمش ولو بحرف واحد. فبيحصل بينهم مشكله كبيره جدا، القرش عايز يقتله باي طريقه، فبيمنعه تايكو. فالقرش بيقول له ولا تايكو، بقول لك ايه، على فكره انت شخص مسالم قوي، وانت مش بتاذي النساء ولا حتى الاطفال، ما انتش شبهنا يالا يا تايكو. ياض هفضل اعلمك لحد امتى؟ المفروض تقتل وبس، هقولها لك تاني، تقتل وبس. حياة الناس ملهاش اي 30 لازمة، ولو انت ما فهمتش كده فانا هقتلك يا تايكو. صحيح افتكرت يا تايكو، يمكن المنظمة اساسا قتلت اختك فعلا. فتايكو بيرفع عليه سلاحه بيقول له ولا اهدى كده وامسك لسانك، كله الاخت يلا، اوعى تجيب سيرتها على لسانك يلا يا قرش. تاو بيهديه، اهدى يا عم تايكو اهدى. وتعالى اقول لك معلومه على السريع، التايكو انضم للاتحاد لسبب واحد بس، ان هم يرجعوا اخته اللي هم حاجزينها عندهم. وفي اليوم التالي بالليل بيتقابل القرش والمطرقه. القرش بيجي يضربه بسرعه بس ريجيس بيصد ضربته هو بكل سهوله، وبعدها القرش ضربه يمين ضربه شمال بس ريجيس بيثبته في مكانه وبيضربه وبكل سهوله برضه، وبعدها بيثبته تاني وبيضربه. بيعمل الحركه اللي قدامك دي اكتر من مره، والقرش مش عارف ايه اللي بيحصل، انا ايه اللي بيحصل يا جدعان. وبعدها المطرقه بيتدخل وبيديله حبايه بتحول القرش بالكامل. هو بصراحه بعيد عن التحول، انا مش عارف جسمه عامل كده ليه، بس ما اختلفناش يا عم القرش. في ثانيه بيكون وراه وبيضربه، لا بقول لك وراك يلا يا حمار، وبعدها بيضربه، هقول لك لا برضك، لان الريجيس بيتفادى الضربه وبعدها بيعمل عليه نفس التقنيه اللي ضربوا بيها اكتر من مره، ولكن هي حاليا ملهاش اي اثر. القرش قوته بقت في حته تانية خالص، ولكن الريجيس بيقول له مش هلعب معاك يلا، بيروح وراه وبيطعن ظهره ولسه هيقضي عليه. بيلاقي اصحابه مرميين على الارض قدامه اللي هم تاشيرو والفنان مامبو. القرش ضربهم وبيهدده لو انت ما جيتش معانا يلا انا هقتلك. ريجيس فعليا بيوافق، وزي ما قلت لك العلاقه بين النوبلس والبشر، وصحيح لو انا ما قلتش ان سيرا وريجيس هم اساسا نوبلس. وهنا الفرقه الخاصه كلهم متجمعين عشان يشوفوا القرش عمل ايه. بيلاقوا الاطفال دول ايه ده،
ومعاهم ريجيس كلهم مقيدين ومرميين على الارض. بيصحى ريجيس وهو مقيد بقيود خاصه وبيشوف ام 21 وهو مرمي جنبه. سيرا بتشارك ريجيس اتصال عقلي وهو بينفصل لو ريجيس مات او اغمى عليه، وفعليا ريجيس كان مغمى عليه ومن ساعتها وسيرا خايفه لا يكون حصل له حاجه كده ولا كده، فبتروح وبتدور عليه. وهنا القرش بيتكلم مع جماعته وبيقول لهم ان هو من بعد ما اخد الحبايه اللي اسمها الدي، الطفل اللي قدامهم ده كان بنفس قوته او يمكن اقوى كمان. انا متاكد يا جدعان ان الشخص اللي قدامكم ده له علاقه بالتابوت. يا ام 21 كلامي صح ولا انا غلطان؟ بقول له لا ملوش اي علاقه اساسا. هو مين ده اساسا؟ بيصحى تاشيرو ومامبو فبيهددهم القرش محدش يتكلم يا شويه اطفال والا هقتلكم. فبيقول له تايكو ايه ده يا عم القرش انت ايه ده، دول اطفال مالهمش دعوه اساسا. فمامبو بيشوف تاو وبيروح له وبيقول له ايه ده يا اخويا هو انت ايه اللي جابك هنا؟ فالقرش والمطرقه بيموتوا ضحك. اخويا ايه يا عم انت اخويا ايه تاو انت بقيت حنين؟ بيمسكوه تحفيل. وبعدها القرش بيضرب مامبو وبيقول لهم ان كل ده بسبب صاحبكم اللي هو ام 21. وسيرا لحد الان بتدور على ريجيس وهي ماشيه بتحس بيه، وفرانكنشتاين وراي ماشيين وراها. اما المطرقه فهو في عالم تاني خالص، بيروح يشتري اكل كده بقى عشان يدلع نفسه. والقرش بيدوس على وش الولا تاشيرو. التايكو والتاو بيقولوا له يا عم القرش انت دول اطفال يا عم، هو احنا لازم نقتل اطفال؟ انت عارف معنى الكلمه دول اطفال في ثانويه ولا معرفش فين دول؟ على فكره احنا نقدر نمسح ذكرياتهم، الموضوع سهل جدا، بس القائد بيعترض كل ده. احنا ما ينفعش نسيب اي اثر ورانا، اللي يشوفنا لازم نقتله. فبيروح القرش بقى عشان يقتلهم، بيقف في وشه ريجيس وبيقول له ولا ما تتنمرش على الضعفاء يالا. بعدها القرش بيضربه وبيلعب بوكس في وشه. اما تاشيرو اللي بيروح بسرعه وبيضرب القرش. فخلاص كده يا عم تاشيرو ربنا يرحمك. والمطرقه بيدور على اكل بتوصل عند سيرا وبعدها بيفجر المكان بالكامل، ولكن سيرا بتطلع المنجل بتاعها وبتقطع بطنه. فالمطرقه بيرمي متفجرات في كل المكان وبيهرب من قدامها. الزعيم بيؤمر التايكو الوقتي يروح يطمن على المطرقه لان الانفجار ده هو اللي عمله. بيروح التايكو فعلا للمكان. اما القرش المستفز جدا بيخنق تاشيرو وبيكسر عظمه. مانبو بيحاول يساعده بس بتعمل ايه يا ابني بتعمل ايه؟ العب بعيد يا حبيبي. تاشيرو ما بقاش حاسس بنفسه خالص، الواد قرب يموت. وام 21 واخيرا بيتحرك وبيدافع عن الاطفال فعلا، بيعور القرش. اما القرش بهجوم واحد بيقطع ام 21، ولكن ام 21 لاخر نفس بيعافر عشان الاطفال بيستميت. ولكن يا جدعان القرش اقوى منه باضعاف مضاعفه. ولكن 21 بيقوم تاني. الاهانه الكبيره دي بتخلي ريجيس يتعصب جدا وبيقدر يفك القيود بتاعته وبيضرب القرش في صدره. وبعدها ام 21 بيودع الملاعب حاليا، وخصم القرش الان هو ريجيس. القرش بياخد حبايه الدي تاني بس هي حاليا ملهاش اي 30 لازمه. ريجيس بيضربه هو بكل سهوله، وهو في اخر لحظه قبل ما ينهي عليه بيجي الزعيم كرانس وبياخد حبايه الدي. وبعدها وامام الجميع كرانس بيقتل القرش وبيقول له اوعى تتفاجئ يا قرش، انا بتبع الخطه الاساسيه مش اكتر. حبايه الدي دي معموله لسبب واحد بس، ان انتوا تكونوا اقوياء. لا تكونوا اقوياء ايه؟ انتوا اساسا مالكمش لازمه. هي معموله عشان امتص قوتكم وابقى اقوى بكتير من اي حد. ريجيس بيجي يضربه بس بدون اي اثر يذكر. بيروح تاني ولكن كرانس بيختفي من قدامه وبيرزعه في الارض، وبعدها بوكس بيرميه في السماء وبيترمى على الارض مهزوم شر هزيمه. وهنا ام 21 واقع على الارض وما بقاش قادر يتنفس ولا قادر يعمل اي حاجه. وفي وسط كل ده بيظهر لينا راي. وهنا التايكو فوق السطح بيلاقي فرانكنشتاين بيروح يهجم عليه بسرعه بس التايكو بيتفادى ضربته وهو بيضرب فرانكنشتاين، ولكن فرانكنشتاين بيتفادى هو كمان. وبعدها التايكو بيطلع سلاحه وضربه 2 3 ولكن بدون اي اثر يذكر. بيروح فرانكنشتاين بيقرب منه بسرعه عشان يضربه بس التايكو بيرفع سلاحه في نص راس فرانكنشتاين، ولكن برضه التاني فرانكنشتاين بيتفادى. والتايكو بيعرف ان الشخص اللي قدامه قوي بل قوي جدا كمان. بياخد هو كمان حبايه الدي وقوته بتزداد لاضعاف مضاعفه. وبعدها بيروح بسرعه عشان يقتل فرانكنشتاين.